بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كل سنة وأنتم طيبين. أنا بصور كده يوم وقفة العيد، بصور لكم كده الفيديو ده يوم وقفة العيد. ب10 جنيه بس جددت شقتي. ب10 جنيه بس يا ماما نانا، ب10 جنيه بس جددت شقتي، حرفيا ب10 جنيه بس. طب ازاي يا ماما نانا ب10 جنيه؟ انا هقولك ازاي، بس قبل ما اقولك ازاي، لو انت لسه ما اشتركتيش في القناة فضلا وليس امرا، انزلي بسرعة بسرعة اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس، يعني خليه على الاسود عشان اي فيديو جديد بنزله يجيلك اشعار بيه. وكمان الكومنت القمر اللي زيك اللي بيشجعني ويخليني استمر، وكمان اللايك الحلو علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. وتعالي يلا عشان أقولك اتعمل ازاي، يلا بينا. نبدأ بسم الله. أنا جددت شقتي ب10 جنيه. طب ازاي يا ماما نانا جددتيها ب10 جنيه؟ أنا في فيديو عملته لكم قبل كده السنة اللي فاتت برضو في العيد الصغير، قلت لكم إني عايزة أبيض الشقة، أو على الأقل حتى أبيض الريسبشن. كان جوزي وابني اللي كانوا واقفين لي فيها وقالوا لي لأ الشقة لسه نظيفة وكده، ومرات ابني وبنتي اللي كانوا موافقيني. اللهم صل على النبي. آه، فضلت ورا جوزي لغاية لما أقنعته إن طيب حتى نبيض الريسبشن. قال لي خلاص ماشي نبيض الريسبشن، بس الحيطة اللي هي دي الكشمير اللي هي القطيفة، قال لي دي نضيفة مش محتاجة، وكمان القطيفة عايزة شغل جامد لأن إحنا بنبيض بإيدينا مش بنجيب صنايعية، الحقيقة إحنا بنعملها بإيدينا لأنها بتاخد وش نظافة بس. فقال لي خلاص الحيطة دي نضيفة مش محتاجة، وكمان محتاجة شغل كتير، القطيفة يعني بتاخد تعب يعني وكده، فخلي دي زي ما هي. وده كان موف، الحيطان دي كانت موف، خليناها جراي، اديناها وش نظافة كده جراي. تمام. قلت له خلاص تمام انا موافقة. وجبت ستاير جديدة، طبعا أنا كنت قلت لكم إن أنا ما كنتش جبت ستاير، فالكلام ده السنة اللي فاتت في الفيديو بتاع السنة اللي فاتت العيد اللي فات. جبت ستاير جديدة أهي، يبقى أنا بيضت الشقة. جبت ستاير جديدة أهي، والستاير بتاعت الريسبشن حطيتها في الأوض، يعني أنا جبت ستاير جديدة الريسبشن بس أهي. وجبت برضو بياضات للأنتريه أهو، جبتها جري برضو. والستاير طبعا جبتها كشمير في جري عشان تمشي مع البياض اهي. كل ده ب10 جنيه، ب10 جنيه بس يا ماما نانا، ب10 جنيه. ما انا هقول لك ازاي كل ده ب10 جنيه، بس اصبري معايا وخليكي معايا لاخر الفيديو وانا هقول لك ازاي هتجددي شقتك ب10 جنيه. ادي اهي بياضات الانتريه، ودي الشاشه اهي. ودي اوضه ودي اوضه هنشوفهم برضو. ادي دي اوضه اهي، ودي اوضه تانية هنخش برضو نشوفهم، لاني نقلت زي ما قلت لكم الستاير اللي كانت في الريسبشن نقلتها في الانتري. كل ده ب10 جنيه. انت هتجننيني يا ماما نانا، كل ده ب10 جنيه ازاي تبيضي وتجيبي ستاير وتجيبي كسوة مش كسوة بياضات يعني للأنتريه؟ كل ده ب10 جنيه؟ ايه يا ماما نانا انت هتجننينا ليه؟ انت في عصر ايه؟ عصر حتشبسوت؟ لا، مش في عصر حتشبسوت. مش في عصر حتشبسوت. انا في عصركم دلوقتي، انا في وقفة العيد الصغير السنة دي 2025. طيب ازاي يا ماما نانا كل ده ب10 جنيه؟ هقول لك اهو كل ده ب10 جنيه ازاي. هقول لك، تعالوا بس الاول نشوفوا الاوض. دي غرفة المعيشة، هي ما تعتبرش يعني غرفة اطفال قد ما هي غرفة معيشة يعني.
لان كتير منكم عارف ان انا جده وعندي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يخليهم لي يا رب. عندي 5 احفاد. فدي تعتبر يعني يعتبر بيت عيله. فالاوضه دي تعتبر غرفه المعيشه. ولاد ولادي لما بيجوا بيحبوا يقعدوا هنا، يبقوا براحتهم بقى مع نفسهم، يحبوا يقعدوا هنا براحتهم، يلعبوا يعملوا اللي هم عايزينه، بيبقوا هنا براحتهم خالص. زي ما قلت لكم الستاير دي اللي كانت في الريسبشن نقلتها هنا في الاوض، ادي واحده هنا في الاوضه وواحده في الاوضه الثانيه. وده برضو التلفزيون برضو عشان احفادي لما بيكونوا موجودين بيحبوا برضو يقعدوا براحتهم، فيبقى برضو عندهم تلفزيون بتاعهم، يجيبوا كرتون يجيبوا اي حاجه اللي هم عايزينها. وادي زي ما قلت لكم اهو، انا الحقيقه ما بيضتش الاوضه دي على بياضها القديم، ما بيضتهاش، بس نقلت فيها الستاير هنا اللي هي اللي كانت في الريسبشن. ده كده البياض القديم، انا ما بيضتش، صبنتها بس. انا دايما على دخلة رمضان بصبن الشقه كلها يعني، فعشان كده السنه دي قلت بدل ما اصبن بقى ابيض الريسبشن. فده اللي حصل اهو. ودي التلاجة التانية اللي عندي هنا، حطها برضو في الأوضة هنا، علشان دي بصراحة يعني بالنسبة لي دي فريزر أكتر ما هي تلاجة يعني. أهي ده كده غرفة المعيشة. أهي حتى عشان كده كمان مخلين الراوتر هنا. تمام. أنا زي ما قلت لكم ما جددتش حاجة في الأوض، أنا جددت الريسبشن بس ب10 جنيه. يلا بينا على الأوضة التالتة وهقول لكم بقى إزاي ب10 جنيه. الأوضة التالتة إيه؟ الأوضة التانية. الأوضة التانية. ويلا عشان أقول لكم كمان إزاي ب10 جنيه. وادي الستارة التانية برضو اللي كانت في الريسبشن، نقلتها هنا برضو في الأوضة. على فكرة دي أوضة نومي بتاعت جوازي، ما غيرتهاش، وبصراحة مش عايزة أغيرها، يعني يصعب عليا أغيرها، اللي هو البلاكار بتاع زمان لو تفتكروه. بصراحة يعني صعبان عليا أغيرها وحباها. برضو ما غيرتش أنا حاجة في البياض هنا، ولا غيرت أي حاجة. البياض ده البياض القديم، صبنته بس زي ما قلت لكم، صبنت بس أهو. وده التلفزيون الصغير وده الكمبيوتر. طيب ازاي بقى يا ماما نانا ب10 جنيه جددتي شقتك؟ تعالوا انا اقول لكم بقى ازاي. تعالي بقى عشان اقول لك ازاي جددت الشقه ب10 جنيه. هي فعلا ب10 جنيه، والله ما كدبت. فعلا تقدري تجددي شقتك ب10 جنيه، بس 10 جنيه ايه؟ 10 جنيه في اليوم. احنا متعودين دايما بنحب نجدد على الاعياد، فاما تيجي دلوقتي احنا في العيد اهو، لما تيجي دلوقتي من دلوقتي تجيبي حصالة وتحطي كل يوم مينيمم 10 جنيه، معاكي زيادة حطي، بس أقل حاجة خليها 10 جنيه. هتحطي 10 جنيه كل يوم في الحصالة، أول ما تصحي من النوم تتوضي وتصلي فرضك وتاخدي كده من مصروفك 10 جنيه تحطيها في الحصالة، وتعتبري ال10 جنيه دي اتصرفت. ما تتكليش ان عندك فلوس متشاله، ان معاكي فلوس متشاله، لا انت ما معكيش فلوس متشاله. ال10 جنيه اتصرفت، اتحطت في الحصاله يعني اتصرفت، والحصاله تبقى بعيده عن ايدك، ما تروح لهاش ايديكي غير كل يوم الصبح. هنيجي على العيد الجاي ان شاء الله، يعيشنا وكلينا عمر ان شاء الله، هتيجي على العيد الجاي هتلاقي معاكي اكتر من 3600 جنيه. ده مينيمم، لان احنا قلنا مينيمم 10 جنيه. معاكي زياده حطي، عندك امكانيات تحطي اكتر حطي. هي ال10 جنيه بتجيب ايه النهارده؟ بتجيب كيس فول، بتجيب كيس شيبسي. ده عايزين جبتي كيس فول واترمى كل يوم.
طب انت بتاخدي مصروفك بالشهر، خلاص يبقى كل شهر 300 جنيه. اول ما تاخدي المصروف قبل ما تجيبي اي حاجه شيلي ال 300 جنيه وحطيهم في الحصاله. طب باخد باليوم، باخد بالاسبوع، احسبيها بحيث ان كل يوم 10 جنيه هيتحطوا في الحصاله. ال10 جنيه دي هتتحط كل يوم في الحصاله قبل ما تصرفي حاجه، قبل ما تعملي حسابات بيتك ومصروفات بيتك، لان انت لو جبتي حاجتك هتتصرف، فلا انت شيليها من حساباتك من قبل ما تصرفي حاجه ومن قبل ما تجيبي حاجه. تمام؟ هتلاقي عندك على العيد الجاي ان شاء الله معاكي 3000، اكتر من 3600 جنيه مينيمم. اللي معاه زياده يحط. تقدري بقى انك تجيبي، عايزه تبيضي، عايزه تجيبي ستاير، عايزه تجيبي سجاد، عايزه تجيبي حفاظات، عايزه تجيبي كسوه الانتريه، عايزه تجددي انتريه، عايزه تجيبي مفارش سرير، اي حاجه بقى عايزه تجيبيها وعايزه تجددي بيها شقتك، هتلاقي معاكي من غير ما تتزنقي، من غير ما تزنقي جوزك، من غير ما يقول لك منين اجيب منين، احنا داخلين على عيد، عايزه اجيب لبس العيد، عايزه اجيب حاجه العيد، الحاجات دي كلها لا، انت بتشيل من حساباتك خالص تجديد البيت. انا دبرت نفسي بمصروف البيت وهشيل الكل يوم ال10 جنيه، هتلاقي نفسك على العيد الجاي ان شاء الله معاكي اكتر من 3600 جنيه. حاجه في حاجه، مش شرط انك تجيبي كل حاجه في وقت واحد، لا، حاجه في حاجه هتقدري تجددي وتقدري تجيبي اللي انت عايزاه. احنا كلنا على كده يا جماعه، احنا كلنا على الله حكايتنا، كلنا عايشين كده ببركه ربنا، في الغلا اللي احنا فيه ده كلنا عايشين كده ببركه ربنا، فربنا يسترها معانا ومعاكم ومع الجميع يا رب. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. وزي ما قلت لكم اوعوا تنسوا اللايك الحلو، الكومنت القمر، الاشتراك. لسه ما اشتركتيش؟ لا، ازعل تزعلي ماما نانا. انزلي بسرعه اشتركي في القناه، فعلي زر الجرس، خليه على الاسود عشان يجيلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.